ده اقصر دور لبطل العالم ماجنس كارلسن. بص ماجنس كارلسن هيلعب ضد الجراند ماستر الهندي فيديد، اسطوره طبعا هنديه، سوبر جراند ماستر. سلموا على بعض وابتدوا الدور، الجيم ده بليدز. وبعد كده ماجنس كارلسن راح لعب له اي 4 عادي، وفيديد رد عليه اي 5. وساعتها راح ماجنس نط بالحصان بتاعه في الاف 3، راح فيديد دافع بالحصان بتاعه في سي 6. ماجنس طلع بيشوب سي 4، طبعا ده الايطاليان جيم. وساعتها راح فيديد رد عليه بيشوب سي 5، راح لعب دي 4 الجنبيت ده ان هو بيضحي فيه البيدق. فطبعا فيديد في الماتش ده راح اكل البيدق فعلا، وراح ماجنس كارلسن نط بالحصان بتاعه في الجي 5 وعرض عليه الدورو. ففيديد بيبص كده لماجنس عشان هو عرض عليه التعادل، فاستغرب ان هو بعد النقله الخامسه بالظبط راح عرض على ماجنس التعادل. ماجنس بيشرب الميه بتاعته، وطبعا فيديد ما صدق، قال لك عرض عليه التعادل. فراح طبعا موافق على التعادل. وبعد كده راح سلم عليه، هو وافق على التعادل. ماجنس كارلسن قايم، ولما سالوا ماجنس كارلسن هو انت ليه وافقت على التعادل في الماتش ده، قال لهم انا كنت محتاج ان انا اروح الحمام. فوافق على التعادل او عرض التعادل بعد 5 نقلات.